ثانيه واحدة. انا اولا كده بدون مقدمات كتير، انا عامله الفيديو ده للذكرى، للذكرى خصوصا ليا، يعني ان شاء الله عشان اتفرج على الفيديو ده كل فتره. والله يعني قلبي بص مقبوض كده، مقبوض فعلا، وانا عامله الحركه دي. دي انا دي كده اهي، الحمد لله. اخر فرخه عندي في الفريزر بالسعر اللي انا كنت شاريه القديم بقى، شايفين اهي طلعتها. مش عارفه انا عملت كده ازاي، بس قلت اطلعها. انا كناها بقالي كتير في الفريزر والله، وعماله كل ما ايدي تيجي ناحيتها اشوف سعر الفراخ اروح اقول لا سيبها لوقت عوزه. بس حسيت ان انا طولت قوي، حسيت ان انا يعني تماديت في الموضوع. ف جه النهارده وقتها ان انا اطلعها، جه النهارده وقتها ان انا اطلعها. فحبيت اعمل الفيديو ده عشان اتصور معاها كده، خد لي كام صوره. ليه بقى؟ لان انا ما اضمنش والله العظيم اليومين دول اجيب فراخ تاني. يعني انا بقالي كام يوم ادخل كده اسمع ان الفراخ البيضه اللي بيجيب هشاشه اساسا في العظم بقت النهارده 63 جنيه، 63 كيلو. فانا مش عارفه هيحالفني الحظ بعد كده واشتري فراخ، ولا هو دي كانت اخر علاقتي بالفراخ، هي دي معرفش. البانيه النهارده 135. فانا برضو مش عارفه انا هقابله تاني ولا لا، مش عارفه. فانا حبيت اعمل الفيديو ده عشان ذكرتي مع اخر فرخه. انا كل يوم الاقي الناس كاتبه اسعار الفراخ، مش صدمه وتقول لك احنا نعمل فكره جهنميه ونخلي بالنا احنا بنبقى اذكى بقى من الحكومه، فنعمل فكره احسن. فنخلي الفراخ ترخص تاني ازاي بقى؟ نقاطع الفراخ، احنا هنقاطع الفراخ. طبعا احنا كده احنا هنقاطع، يعني باللي احنا فيه ده احنا مش هنشتريها مش عشان مقاطعه، احنا مش معانا فلوس نجيبها. فاحنا قالوا بقى احنا نقاطع الفراخ بعيدا عن كل ده، نقاطع الفراخ ونستنى شويه كده فالفراخ بقى تتجمد عندهم، تبوظ، يعني مش لاقيينها. فيبداوا يقللوا سعرها فعلا نشتريها تاني. طب ماشي احنا هنقاطعها عقبال ما الحكومه تاخد بالها بقى. نشتري ايه؟ اللحمه بقت ب 200 جنيه، ب 200 جنيه، ب 200، وفي ناس بقت اكتر على حسب بقى منطقتك انت وشطارتك في المنطقه بتاعتك دلوقتي. ماشي. هنجيب ايه؟ سمك؟ ما هو ضرب لا، عادي. طب وحتى لو السمك كويس بقى، هو يعني اقلهم شويه او اقلهم على طول، يعني سمك بقى ب 50 جنيه اهو، الكيلو ب 50. بعدين هنعمل ايه؟ برضو جالنا النهارده سمك، بكره ايه هنعمل ايه؟ ما فيش. وبعدين ده سمك، انا بتكلم على السمك ايه، البولتي بتاع الناس العاديه يعني. ما كلمتكش ببوري، ولا طلعت بمستوى جمبري، ولا ما قلتلكش. فاحنا خلاص مش هنشوفها تاني، وربنا لا مجمد. احنا كنا زعلانين ان هم هيقطعوا علينا الفراخ خلوها مجمده، دلوقتي لا هي صاحيه ولا مجمده، احنا مش هنشوفها اساسا تاني. فلو حد عنده حل او في بديل قدامكم يا جماعه، اللي احنا الناس اللي هتعمل مقاطعه وهتبدا مقاطعه، لو في بديل، في ماكيت مثلا هنبدا نطبخه في حاجه انا خايفه ان انا انسى شكل. ماشي. الناس بقى بالنسبه بس بالله عليكم الكومنتات اللي هتقولك كله عدس، الشتا بيحب العدس، هو العدس غالي، حتى العدس ده غالي. انا فما بقاش بديل، حاجه بتكون حنينه كده نمشي بيها بعض ونفيد بعض الايام الجايه دي. ماشي. الله يبارك لكم، شوف كومنتاتكم وقولوا لي رايكم في الموضوع ده ايه. سلام عليكم.